شاء الله. هات العلم. حبايب قلبي النهارده نزلنا اهو مع اخويا الجندي ودوبه زي ما انتم شايفين. النهارده هوريكم بقى دوبه ما شاء الله وهي بتحوم وبتيجي دعوه مسافات. هوريكم حاجات جميله قوي. تعالوا معانا يلا نكمل الفيديو. طب يا حبايب قلبي، هنا بدأنا دوبك خلاص، كنا فكينا لها البرقع عمالة تصيح زي ما انتم شايفين عشان العلف. اهم حاجة ان انت تركز في تفاصيل مهمة جدا في الفيديو عشان تعرف تحوم بيها. طبعا انا عشان الهوا فاضطريت ان انا اعمل فويس اوفر. زي ما انتم شايفين كنا بنسخن بس جسمها بدعو كده. طبعا الدس اللي احنا جايبينه ده الدس يا جدعان اللي احنا كنا جايبينه وقت ما جبنا الدكر اللي هو العقاب الستيب. كنا جايبينه هو، لكن هو لسه عشان جلد طبيعي فناشف شويه. الترا في الاول زي ما انتم شايفين ما كانتش عارفه تتملك منه كويس، عشان كده كانت بتتزحلق وتقع. ولكن طبعا الترا دي الرشاقه بتاعتها قليله جدا، يعني حرفيا لو خدت تحويمه عاليه شويه ممكن تنهج وتنزل تقعد تحت شويه. وده بسبب ان الجلد كان مقصر في حقها جامد الفتره اللي فاتت. زي ما انتم شايفين طبعا انا بحوم بيها اهو. بسم الله ما شاء الله، الطياره استجابتها جميله، ولكن زي ما بقول لكم اللياقه البدنيه بتاعتها ضعيفه جدا. اهم حاجه ان انت ما تفكش الطير بتاعك في اي وقت، ليه وقت معين يتفك فيه. هو ان انت تثبت على وزن معين الطير بيجي فيه حرفيا بتفك البرع من على عينه. هو بيدور على الاكل بس، ما بيدورش على حاجه تانية. هو بيبص عليك وبيبص على الدس، عايز ياكل بس ما بيبصش لحاجه تانية. تبعد حتى لو مسافة 100 متر 150 متر بتبص حتى انت، هو ما بيدورش على حاجة ولا بيبص يمين ولا شمال. هو باصص عليك انت، مركز عليك انت بس. ساعتها واول ما ترفع ايدك يكون جاي لك طيارة، بيبقى مستني الندهة. غير كده لو انت مثلا جيت تفك البروع لقيته بيبص يمين وشمال، مشي في حتة تانية كده، وفكرت ان انت تفك الطير، فانت كده حرفيا بتضيع الطير بتاعك. لازم 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 يكون في مسافة، والمسافة دي يا جدعان تكون الطير حرفيا خلاص بيشوفك، مستنى بس ان انت ترفع ايدك او تناديله. ده الوقت الصح عشان تعرف تفك الطير، وان هو ما يبقاش فيه اي وسائل امان. هو كده كده خلاص ثبت على وزن معين، انت عارف ان الوزن ده هو ده الوزن المطلوب بتاعه. ما يبقاش على حسب طبعا وزن الطرح، ما يبقاش رفيع قوي ولا اللي هو عادي. بيبقى في ميزان كده، اعمل لكم فيديو اشرح لكم الميزان عامل ازاي، لان ده موال كبير قوي. وطبعا الدعو بيبقى عكس اتجاه الريح. يعني لو اتجاه الريح زي ما انتم شايفين كده انا بشرح لكم، لو اتجاه الريح جاي في وشي تمام، يبقى الطير يبقى في وش الريح، يبقى صدره للهواء بمعنى اصح. تعرف ازاي بقى؟ هتخبط الارض برجليك هتلاقي التراب نفسه بيطير في اتجاه معين، فده اتجاه الهواء. الطير صدره يكون للهواء، لتيار الهواء نفسه، عشان الطير يعرف يوازن نفسه ويعرف يطلع وتعرف تاخد منه احسن نتيجة يعني في الدعوة. وبعد كده تبدأ بقى ان انت تحوم. طبعا انا بشرح لكم ازاي بنحوم باسهل طريقة. بس كده الفيديو خلص هنا. يا ريت لو انت مش عامل اشتراك في القناة تعمل اشتراك وتعمل لايك على الفيديو ده وكومنت. ولو انت عايزني اعمل لك اي فيديو تاني يا ريت تقول لي. ولكن يا جدعان في ناس بتقول لي عايزين صيد العصافير. صيد العصافير يا جدعان احنا الفترة دي موسم انتاج، فحرام عليا لو انا اصطدت عصافير وكده، لان انا يعتبر بضر البيئة، فعشان كده انا سايبهم. وبس كده ان شاء الله بعرفكم اي حاجة انتوا عايزين تقولوها لي في الكومنتات. بس كده، سلام.